السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بربي إن شاء الله اليوم مع اقتراب شهر رمضان، بقات واحد السمانة ولا 10 أيام، جيت نشارك معكم شبح الصفراء على الطريقة القسنطينية. يعني هذه هي الوصفة الأصلية. عندي هذا الكوبلي درت به 3 كيلات لوز مرحي وكيلة سكر رطب. علاه درت سكر رطب؟ لأن السكر هذاك الحرش لازمك تخلي العجينة تبات، تبليها وتخليها تبات الغدوة باه تشكليها، وكي طيبيها لازم تزيدي تخلي هذاك الطاجين تاعك يقعد حتى يشرب السكر هذيك المرقه، ومع هكاك وتبقى بلي شغل تقرمش هكا كي تاكليها تلقاها تقرمش ما بين سنيك. انا درت شبح الصفراء، حبيت هذه برك نزيد نديرها لاختي، قالت لي ديري لي شويه، قلت نشاركها معاكم. حطيت 3 كيلات، انا درت بهذا برك 3 كيلات لوز وكيلة سكر رطب، خلطها برك بيديا هكذا ونحط لها شوي ما ورد هذا تاع راس القطار، يعني الورد المقطر ماشي الورد هذاك، شويه برك هكذا. ومن بعد نبلوها بالصفار تاع البيض، يعني صفار البيض الابيض هذاك نخليوه باه نقليو به، بس كان شفت كاينين وحايد قال لك دير عظمه كامله، ما تجيش صفاره كي دير عظمه كامله ما تجيناش صفاره، ما تجيش مليحه لشبح الصفراء ولا يقولها صفار، لانها تجي صفراء. نبلوها غير بالصفار، نديرو بالحبه ونشوفو قدا راح تدخل لنا هكذا. راني درت انا حبه، حبه وهذه زوج، بلتها شوف هكذا كله بشوي برك ونزيدو باه ما تجيناش جاريه، ما نديروهاش جاريه بزاف وما نديروهاش تاني يابسه، تستنى بعد كي نعودو نطيبو فيها. حطيت 2 بيضات، نزيدو الثالثه تاعش هكذا. كي شفتها تلمت هكذا، تلمت نحبس نلمها، نديرها نلمها مليح، ما نعجنهاش كي نكسرها بصح نلمها مليح باه تجي زي بعضها مليح هكذا. ما نديروها جاريه، ما نديروها يابسه ثاني. هيا دوك طرحناها، حطيناها بابي فيلم وطرحناها. السوق كل واحد واش يحب، 1 سنتيمتر ادمي، كل واحد كيف يحب السمك تاعها. انا عندي طابع فيه اشكال كامله، تحبي ديري بالطابع، تحبوا ديروا بيديكم، تشكلوها بيديكم. انا جو بريفير ندير بالطابع باسكو فيه الاشكال كامله. الطابع ندير له شويه نشا باه ما يلصقليش، ندير له شويه نشا باه كي نطبع ما يلصقليش. ونطبع شنحب. الاشكال اللي نحب تجيني. هذه هنا هاي نحيدها، ندير شويه تاع الورد نعدلها من الحواشي تاعهم باه يجيوني رطب.
هذه الاولى، عندي هذه الدمعه، هاي زيد ندير معكم الدمعه هذه، نزيد ندير شويه مع ورد وندير حواشي برك، حواشي باه يجيوني رطب ما يجيونيش هكذا حتى نكمل الكميه كامله. هاو بالكوبلي هذا برك كيلت بالكوبلي هذا برك جاوني 32 حبه، الله يبارك يديروا لك حتى 3 ايام في رمضان. درك نخليوهم بربي ان شاء الله، نغطيوهم ونخليوهم يباتوا وغدوه الصباح نقليوهم. الشباح الصفرة تاعي بعد ما خليتها باتت ليله، دركا راني حطيت الزيت يسخن، درك يسخن نقص عليه، نزيدو واحد خلاف، نقصو خلاص على الغاز، نزيدو وحده، دوك نحطهم كامل ساعه ونص. هاي بعد ما قليتها دركا نخليها تبرد مليح، ونزيد نولي نعاود نديرها في البيض، في بياض البيض، ونزيد نقليها مره ثانيه وخلاص. بعد ما شاحت شباح الصفرة تاعي دركا نزيد نديرها في بياض البيض مره ثانيه، ونحطها تقلى مره ثانيه والاخيره ان شاء الله. هذا كان غلا الزيت نحطوها، وهذه النتيجه النهائيه تاع شباح الصفراء. نتمنى اني نكون وفقت وفهمتوا ان شاء الله لا غوسيت مليح. هذه هي لا غوسيت المعتمده في قسنطينه، يعني لا غوسيت الاصليه، وربي ان شاء الله يدخل علينا رمضان بالخير والعافيه، ويلقانا ان شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين، وربي يرحم موتانا وموتى المسلمين كامل. وما تنسونيش بلي زابونمون بلي لايك، وصحة رمضانكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.